تخيل إن عندك مفتاح كنز، بس أنت قاعد تدور على المفتاح المثالي والكنز بيضيع من قدامك. عمرك حسيت إن دماغك مش سايبك في حالك؟ بتفكر وتفكر وفي الآخر ولا حاجة بتتغير؟ النهاردة هحكي لك قصة شاب ذكي شغال في شركة كويسة واتعرضت عليه ترقية، بس بدل ما يقول موافق قال اديني وقت أفكر. السؤال اللي هيخليك تكمل الفيديو: ايه اللي حصل للشاب ده بعد ما فكر؟ وليه انت ممكن تكون بتعمل نفس الغلطة دلوقتي من غير ما تحس؟ هو قعد يوم واتنين وتلاتة بيفكر. هو مستعد؟ هيفشل؟ المسؤولية كبيرة؟ طب لو منجحش؟ كل احتمال كان بيكبر في دماغه، وكل سؤال كان بيجيب 10 أسئلة وراه لما دماغه بقت زي المتاهة. وبعد أسبوع رد على المدير، بس الرد كان متأخر، لأن المدير كان خلاص عرض الفرصة على حد تاني، والفرصة راحت والترقية راحت. ومش عشان هو مش كفء، لكن عشان التفكير ازاي اتسرق منه الوقت. خلينا اكمل القصة لان اللي جاي هو الاهم، بس قبل ما اكمل القصة اسأل نفسك دلوقتي: امتى اخر مرة فكرت اكتر من اللازم في قرار وخسرت حاجة بسببه؟ اكتب في الكومنتات فكرت واتأخرت. المهم ان اللي حصل بعد كده هو انه من اليوم ده والشاب ده بدأ يشك في نفسه، بقى بياخد وقت أطول في أي قرار، حتى الحاجات الصغيرة: يخرج ولا لأ، يرد على رسالة ولا لأ، يبدأ حاجة جديدة ولا يستنى، يبدأ مشروع صغير ولا مش دلوقتي. لحد ما بقى كأن في فرامل في دماغه مش بيتحرك، في حين كل اللي حواليه بيتقدموا وهو مكانه ثابت. هو ما كانش غبي ولا فاشل، كان كل ليلة قبل ما ينام يقعد ساعتين يفكر. هو بس كان بيفكر زيادة، بيقول لنفسه لو كنت عملت كذا، طب لو قلت كذا، لحد ما الموضوع قلب معاه لقلق حقيقي، لدرجة انه خسر حياته وهو في مكانه ما بيتقدمش. والمشكلة مش فيه لوحده، في ناس كتير زيه بتعيد نفس السيناريو في دماغها كل يوم. خد بالك، ممكن تكون بتعمل زيه من غير ما تحس، لأن التفكير الزيادة مش ذكاء، ده فخ. لو حسيت إن ده أنت أو حد تعرفه اعمل لايك عشان يوصل لناس زيك، واشترك عشان الجاي هيغير طريقة تفكيرك. إزاي تخلص من الفخ ده؟ أول حاجة، ما تستناش معلومات 100%. لو عندك 70% من المعلومات خد القرار. تاني حل، حدد وقت للتفكير وموعد للتنفيذ. قول لنفسك هفكر في الموضوع ده ساعة واحدة، وبعدها هكتب أول خطوة وهنفذها فورا. الحل التالت، اسأل: ايه أقل خسارة لو غلطت؟ بدل ما تسأل ولو فشلت، اسأل أقل حاجة خسارة لو جربت. غالبا هتلاقيها بسيطة وهتفتح لك باب التجربة. الشاب ده لو كان عرف الخطوات دي، انه يتخلص من فخ التفكير، كان هياخد الترقية. وانت لو طبقتهم هتلاقي نفسك بتتقدم خطوة كل يوم بدل ما تبقى واقف مكانك. لو الفيديو عجبك وفادك اعمل لايك دلوقتي، واكتب في الكومنتات استمر، واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.